انت دلوقتي عايز تتعلم فريم ورك زي جانجو، عايز تتعلم اكسبريس، عايز تتعلم فلاسك، فاست اي بي اي، دوت نت، جافا، سبرينج بوت. طيب، يعني ايه باك اند اصلا؟ يعني الحاجات دي بتساعدك ان انت تعمل بيها اي بي ايز وباك اند. ايه المصطلحات دي؟ ايه الكلام ده؟ انت دلوقتي رحت فاتح المتصفح بتاعك، ورحت كاتب مثلا فيسبوك بالمنظر ده. فاللي انت شايفه هنا عندك دوت الواجهه دي اسمها فرونت اند. المتصفح عمل ايه؟ راح كلم سيرفر، خد منه ملفات، راح رندرها، فبقت بالشكل دوت، ظهر لك الشكل دوت. وبعد كده السكريبت اللي المتصفح خده راح خلى المتصفح يكلم سيرفر تاني يجيب منه بيانات، والسكريبت دوت راح يظهر لك الشكل اللي انت شايفه قدامك. يعني ايه اللي حصل؟ تعالى مثلا نفتح البنتر. عندك ايه؟ المتصفح بتاعك راح كلم سيرفر، فالسيرفر دوت اهو راح مرجع له ملفات. فالمتصفح يقوم عامل ايه؟ يعمل لها ريندر، يبدأ يشغلها. فالمتصفح بقى ليست الجديدة، المتصفح بتاعك خلاص التاب اللي انت فاتحها بقى فيها ايه؟ الكود بتاعك. فالكود اللي موجود يخلي المتصفح يروح يكلم ايه؟ السيرفر. فالسيرفر يروح يرجع له ايه؟ الداتا بتاعت السيرش ريزلتس. بعد ما السيرش ريزلتس ترجع يقوم السيرفر مرجعها له. بعد كده ايه؟ المتصفح عندك يبقى بشكل جديد، اللي فيه ايه؟ كل بقى الداتا بتاعتك اللي انت معروضة قصادك. عايز تشوف الكلام دوت؟ تقدر انت تقوم فاتح ادي الانسبكت، بعد كده تقوم فاتح النتورك زي ما انت شايف كده، وتشوف كل حاجه. انت مثلا اول حاجه رحت دخلت، كل دي ريكويستس اتبعتت، راح كلم سيرفرز او سيرفر واحد، راح كلمه خد منه كل البيانات دي. شوف، جزء من الثانيه حرفيا، وراح رجع الريزلتس. طيب ايه اللي بيتبعت وايه اللي بيستقبلوه؟ ما هو مش هينفع كل واحد، كل متصفح يبعت حاجه خاصه بيه، وكل سيرفر يرجع حاجه خاصه بيها. احنا كده مش هنخلص. فقال لك لا، احنا نعمل ستاندرد. الستاندرد دوت اللي هو انت هتكلمني ازاي ولا هكلمك ازاي. شفت انت لما تبعت الايميل يبقى فيه بروفيشنال ايميل كده؟ فهم بنفس الفكره كده، انت لازم تبعت لي بطريقه مفيش غيرها، وانا هرجع لك بطريقه مفيش غيرها، احنا كلنا نبقى متفقين عليها. فالطريقه ديت الستاندرد دوت اسمه ايه؟ دوت اسمه HTTP. HTTP دوت ايه اللي بيتبعت؟ الفورمات بتاعنا واللي بنستقبله. طيب احنا بنبعت ايه؟ بنبعت ريكوست. احنا بنكلم سيرفر فبنريكوست، بنروح نبعت له ريكوست. الريكوست ده شكله عامل ازاي؟ اول حاجه، اول سطر فيه اسمه ريكوست لاين. ريكوست لاين، تعالى مثلا نروح ندور عليه كده، HTTP ريكوست لاين بالمنظر. الريكوست لاين دوت عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت. اول سطر فيه دوت بيبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه الميثود. الميثود دي عباره عن ايه؟ الميثود ديت في منها جيت. انت رايح تكلم فيسبوك تقول له انا عايز اشوف بوستات، انت عايز تجيب داتا، فدي جيت اللي هي ايه؟ جيت داتا. طيب دخلت تعمل لوج ان، فانت راح تصمت داتا، فنستعمل البوست اللي هي ايه؟ سبميت داتا. طيب عملت، عايز تعمل انت ابديت عندك، انت عملت البوست اكتشفت ان في غلطه عايز تعمل ابديت، فبنبعت بوت. البوت اللي ايه؟ ابديت داتا. بعد كده عندك باتش. الباتش زي الابديت بس بتبقى بارشال ابديت. بمعنى انت مثلا لو عندك منتج وعايز ان انت تروح تابديت اسم المنتج بس، وساب الديسكريبشن والصور والبرايس والستوك وكل حاجه فيه زي ما هي، انت بس عايز تابديت ايه؟ الاسم بتاعه مش اكتر، فهنا بتستعمل الباتش. اما لو انت عايز تابديت كل حاجه في الحياه تستعمل البوت. وممكن برضو ناس تخلي كل حاجه باتش وتلغي البوت خالص، براحتها برضو مفيش مشكله. كل واحد حسب السيستم بتاعه. يعني مفيش مثلا يقول لك ايه، انت بتستعمل في البوت بدل ما تستعمل بوت رحت استعملت باتش، لا السيرفر مش هيشتغل. مفيش الكلام ده. انت لو عايز اللوج ان اصلا يبقى بيستقبل بوت ريكويست مفيش مشكله. دي بس انت بتقول للسيرفر انا هستعمل انهي ميثود، واحنا موحدينها من ناحيتنا بحيث ان كل حاجه وليها حاجه، الدنيا تبقى متقسمه ومنظمه. بعد كده احنا عندنا الديليت. البوست اكتشفت ان انت ايه؟ مش عايز بوست دلوقتي، فرحت ايه؟ بعد ديليت ريكويست ان انت تقول له يلا نمسح، فاللي هو ايه؟ ديليت داتا. طيب بعد كده اول سطر عندنا اللي هو ايه؟ الميثود. طيب تاني سطر عندنا اللي هو ايه؟ اليو ار ال. يعني احنا دلوقتي ادي البوست اهي، ده كده ايه؟ ايه الميثود بتاعتنا. بعد كده السلاش. السلاش ده عباره عن ايه؟ انت رايح فين؟ انت رايح تكلم مين؟ انت مثلا تخش على فيسبوك، هتلاقي مثلا فيسبوك دوت كوم سلاش بروفايلز سلاش جروبس سلاش بيجز.
ادي المنظر ده انا فاتح هنا /en-us/docs، كل ده دوت الرابط اللي انت رايح تكلمه. فده بيقول له انت رايح فين بس مش اكتر. فدوت ايه اليو ار ال بتاعك. طيب ال HTTP زي ما قلنا هو نسخة موحدة، بس ما جيناش مثلا ايه اتفقنا عليه مرة واحدة. يعني ما جيناش مثلا قلنا ايه والله دي اليونيفايد ودي اليونيفايد فيرجن بتاعتك ودي بتاعتك، ده الريكوست وده الريسبونس وخلاص على كده. مفيش الكلام ده. طلعنا بفيرجن، بعد شوية لقينا الفيرجن دي ناقصة كذا، طب يلا نعمل تعديل. طبعا ما ينفعش ان كله يبقى بنفس الفيرجن، طلعنا فيرجن جديدة. الفيرجنز في السوفت وير بحيث ان انت تقدر ترجع لفيرجن قديمة من غير ما تأثر على أي حاجة. لو في أي مشكلة تقدر أنت تتراك الفيرجنز، بتخلي الدنيا متقسمة وكلين. زي مثلا بطاقة الجامعة، أنت مثلا كارنيه الجامعة دوت بيبقى عندك كارنيه سنة أولى، كارنيه سنة تانية، كارنيه سنة تالتة، وهكذا. ما ينفعش إن هم ياخدوا منك نفس الكارنيه ويعدلوا فيه بعد كده يديهولك، ياخدوه منك في تالتة يعدلوا فيه ويرجعوه لك، ما ينفعش. بس فهنا بيبقى الفيرجن بتاعتنا. أدي كده أول سطر من الريكوست. طيب بعد كده بيبقى عندك حاجة اسمها هيدرز. الهيدرز دي بتقول بقى للمتصفح انت بتعمل ايه. انت مثلا باعت داتا، فلازم تقول للسيرفر انت هتبعت له داتا قد ايه. يعني بتقول للسيرفر خلي بالك انا بعت لك كذا عشان تقرا كذا. يعني انا بعت لك مثلا جيجا، فانت تقرا الجيجا دي، ما تقراش اكتر من كده، عشان السيرفر ما يبقاش فاتح وعمال يقرا من الكونكشن. انت بتيجي تتواصل معاه بتفتح كونكشن، فالسيرفر عمال يقرا من الكونكشن، يقرا من الكونكشن، يقرا من الكونكشن، بس هو مش عارف هو كده خلص ولا لسه، هيقف امتى، هيفضل يقرا لما لا نهايه. ما انت بتبعت له اجزاء وهو مستنيها وعمال يبعت عمال يستقبل 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 يستقبل. طب ماذا بعد؟ لحد امتى؟ هقف فين؟ فالكونتنت لينس دوت هيدر بيروح يقول له انت هتقف بعد 100 ميجا، بعد ميجا. فدي مثلا كونتنت لينس. بعد كده مثلا بتقول له 1024، ده بقى بالبايتس، بتقول له انت باع كام بايتس. الجيجا والميجا والحاجات دي يعني نادرا لما ترفع جيجا. الجيجا دي انت رافع فيديو ورافع حاجات تقيلة، رافع لعبة كده، فبيبقى بالجيجا. بس طبعا كل الكلام ده بيتباعت بالبايت. الهيدرز في منها هيدرز تانية، زي مثلا عندك مين؟ عندك اليوزر ايجنت. اليوزر ايجنت دوت بيقول له ايه؟ بيروح يقول له انا مثلا فاتح من براوزر جوجل كروم او فايرفوكس. طب ليه اليوزر ايجنت مهم؟ اليوزر ايجنت دوت بيروح يعرفه لو في اي كود مخصص محتاج تعمل له البراوزر ده. البراوزرز مثلا في عندك حاجه اسمها جافا سكريبت. انا زي ما قلت لك ان المتصفح بيروح يجيب كود من السيرفر عشان يظهر الشكل ده. معظم الوقت الكود ده بيبقى عباره عن جافا سكريبت. ففي فانكشنز في الجافا سكريبت ما بتبقاش شغاله على متصفحات بعينها، او في نسخ معينه من الستايلنج اللي هو السي اس اس اللي هو الالوان والكلام ده ما تبقاش شغاله على متصفح بعينه. فلازم السيرفر يبقى عارف المتصفح اللي بيكلمه، عشان لو عايز مثلا يقول لك ايه المتصفح ده انا مش هتعامل معاه، لو جالي ريكوست منه انا هقفله. او المتصفح دوت ده انا هبعت له الكود الخاص بيه عشان يشتغل الحاجه تمام. فالمتصفح بيبعت اليوزر ايجنت. والحاجات دي في منها مانداتوري انها لازم تتبعت. الكونتنت لينس مثلا لازم يتبعت. اليوزر ايجنت مش شرط، بس برضو يعني ايه، في حاجات كتير جدا. يعني ممكن مثلا ريكوست في الغالب تترفض، انت على حسب السيستم اللي انت عامله انت ممكن تقبل الريكوست من غير اليوزر ايجنت عادي خالص. بس برضو احنا بنحط اليوزر ايجنت ايه، اي حد بيبعت ريكوست بيحط اليوزر ايجنت عشان نعرف احنا بنتعامل معاه. ممكن برضو وانت بتكلم سيستم يقول لك لا معلش انا عايز اليوزر ايجنت اعرف انت مين. بس زي ما انت شايف اليوزر ايجنت والكونتنت لينس والحاجات دي حاجات انت اللي باعتها، يعني مش حاجات اوتوماتيكلي بتتحط مثلا حاجه فورست. لا انت ممكن مثلا تبقى باعت مثلا 1000 بايت، وراح قال للسيرفر انا باعت لك 800 بس. فالسيرفر مش هيقرا غير ال 800 ويسيب ال 200، مش هيكمل قرايه، هو خلاص قرا ال 800 ووقف على كده. او ان هو يكمل وتقول له انت تبقى باعت 1000 وتقول له لا ده انا باعت لك 10000، فيحاول يقعد يقرا 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 لحد ما يشوف. في مثلا سيرفرز ده بيبقى مثلا حاجات اتاك اللي هو يقعد يقول له ايه، طب انا باعت لك بقى 10000، فيحاول يقعد يقرا يقرا لما لا نهايه مستني ال 10000 يكملوا. فانت لما تيجي تعمل سيرفر تقعد تهندل بقى كل السيناريوز اللي جايه لك، اي حاجه جايه لك، اي حاجه جايه لك انت كسيرفر ما ينفعش ان انت تعمل لها تراست، ما ينفعش ان انت تصدق اي حاجه. انت مثلا دلوقتي احنا هنبدا نعمل السيرفر بتاعنا وهنشوف بعد الميثود واليو ار ال والفيرجن ادي الريكوست لاين، وعرفنا الهيدرز. الهيدرز فيه هيدرز كتير جدا، لو قعدنا من النهارده لبكره مش هنخلص.
ولو الشهر الجاي كمان. بعد كده عندنا البادي. البادي الحاجه اللي انت بعتها، انت مثلا في البوست انت رحت بعت اللوج ان داتا بتاعتك في الباتش وفي البوت. اما الجيت والديليت انت مش بتبعت، مفيش بادي بعته، انت رايح تجيب داتا. انت هتعمل ايه بالبادي؟ فما بتبعتش، فالبادي اوبشنال. البادي اوبشنال. فاحنا كده عرفنا ال HTTP request شكله عامل ازاي. ادي هو دوت ال HTTP request وادي شكله اهو. نروح بقى ان احنا نعمل ايه؟ نعمل السيرفر الخاص بينا اللي يستقبل ال HTTP request.